تخيل مدينة كاملة مظلمة وفجأة آلاف الأنوار تمشي في الشوارع. مش احتفال عادي، دي كانت لحظة هتولد عادة تعيش لقرون. في ليلة الخامس من رمضان عام 362 هجري وصل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله إلى مشارف القاهرة قادم من المغرب. خرج المصريين رجال ونساء وأطفال لاستقباله ليلا في صحراء الجيزة، ولأن الوقت كان ليل حمل الناس مشاعل وجريد مضاء، ولضمان عدم انطفاء الشموع من الرياح وضعوها داخل إطارات خشبية مغطاة بالجلد أو القماش الملون اللي هو الفانوس. أعجب الخليفة بالمشهد المبهج، ومن الليلة دي ارتبطت إضاءة الفوانيس بشهر رمضان، وأمر الخليفة بتعليقها أمام المساجد والبيوت طوال الشهر الكريم. تتعدد القصص حول انتشار الفانوس، ومن أبرزها خروج النساء. يقال إن الخليفة الحاكم بأمر الله أصدر مرسوم يمنع النساء من الخروج ليلا إلا في رمضان، بشرط أن يتقدمهم صبي يحمل فانوس لينبه المرة ليفسحوا لهم الطريق. ارتبط الفانوس قديما بمهنة المسحراتي اللي كان بيحمل فانوس ليلا لينير طريقه وهو يوقظ الناس لتناول السحور. كان الأطفال بيخرجوا مع الحكام لاستطلاع هلال رمضان وهم بيحملوا الفوانيس وبيغنوا الأغاني التراثية، وده خلى الفانوس لعبة ورمز للفرحة عند الأطفال في رمضان.